الأميرة إيمان بتعمل سونار عشان يعرفوا جنس المولود، ودموع الملكة رانيا لحظة سماع نبض الجنين. السلام عليكم واهلا بيكم وفيديو جديد. لو اول مرة بتشوفني ياريت تشترك بالقناة وتفعل الجرس، وكمان تعمل لايك للأميرة إيمان بعد حملها ومعرفة جنس المولود. بنشوف مع بعض بالفيديو الأميرة إيمان وهي بتعمل السونار عشان يعرفوا جنس المولود. والمفاجأة الحمد لله ربنا كرمها بتوأم، وكانت فرحة الملكة رانيا لعبد الله ما تتوصفش، وكانت سعيدة جدا بعد سماع نبض الجنين. بنقول للأميرة إيمان ألف مليون مبروك، وكمان ربنا يعدي الحمل على خير. وكمان شفنا الملكة رانيا وهي بتعمل عمرة، وجمعت أكتر من 100 شخص على مائدة للإفطار في رمضان، وكان معظمهم من الأردن. تحية للملكة رانيا لعبد الله على مجهوداتها العظيمة وحبها لشعب الأردن، وكمان المشاريع الضخمة اللي بتقوم على تنفيذها من أجل شباب الأردن، ومنها التعليم والصحة وحاجات كتيرة. الأميرة إيمان كان فرحها من فترة قصيرة، لكن الحمد لله ربنا تمم لها على خير بالزواج السعيد، ومبسوطة جدا مع زوجها جميل ألكسندر، وكمان ربنا هيرزقهم بمولود قريب. لكن بعض من المتابعين كان ليه رأي تاني، وقال الأميرة لسه صغيرة، المفروض تستمتع بحياتها وبعد كده تفكر في الخلفة. لكن هي حرية شخصية، وطالما هم عايزين كده ربنا يتمم لهم على خير ويقومها بألف سلامة. ياريت كلنا نبارك لها على الحمل ونقول لها ألف مبروك وربنا يتمم لك على خير. ولحد هنا بتكون أهم تفاصيل حلقة النهاردة. ياريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد.